السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، بسم الله وعلى بركة الله. راح نبدأ اليوم سلسلة إنشاء نادي. فريقنا راح يكون اسمه وولفز اف سي، وينحدر من نفس مدينة ولفرهامبتون الإنجليزي. يعني نادينا راح يكون 100% إنجليزي، وعدو اللدود راح يكون فريق ولفرهامبتون. فريقنا راح ينافس ويلعب في تشامبيونشيب وما يلعبش في البريمير ليج. راح نبدأ من الشامبيونشيب، والهدف تاعنا هو الوصول إلى البريمير ليج والتتويج بكل البطولات. وشعار النادي هذا هو كما تشوفوا مع رمز رأس الذئب في أعلى الشعار، وتحت رمز رأس الذئب كاين اسم الفريق وولفز اف سي، وشعار The Field is our، معناها الميدان لنا. وهذا يعبر على هوية الفريق، وهي السيطرة والإرادة في الفوز حتى آخر ثانية من المباراة. ألوان الفريق كما تشوفوا راح يكونوا الأحمر والأصفر، لأنه في البطولة الإنجليزية ما كاش فريق عنده لون أصفر وأحمر. كان في فرنسا وهو أرسيلونس، بصح في إنجلترا ما كاش نادي عنده هذه الألوان. على أجل هذا الشيء اخترت اللون الأصفر والأحمر. وهذا هو طقم الفريق الأول كما قلت بالألوان الأحمر والأصفر. التيشيرت فيه بلون أحمر في ومخطط بالأصفر من تصميم شركة نايك. وهذا هو طقم الفريق كامل مع اللونين الأحمر والأصفر. والزي الثاني اللي راح نلعب به خارج ملعبنا، هذا هو طقم أبيض وفيه الأحمر، وفي أعلى التيشيرت في ياقة التيشيرت كاين اللونين الأحمر والأصفر، لونين النادي. وهذا هو اسم ملعب الفريق، اسمه وولف دين ستاديوم، ومعناتها عرين الذئب. هذا سميت الملعب على هذا الاسم نسبة إلى هوية الفريق، لأنه اسمه وولفز. وهذا الملعب ملعبنا وولف دين ستاديوم يتسع إلى 20,000 متفرج. وهذه هي تشكيلة الفريق اللي أعطتها لنا اللعبة تلقائيا. اللعبة أعطت لنا هذا اللاعبين، جميع هذا اللاعبين الريت تاعهم ما يتعداش 65 لاعبين، وتشكيلة ضعيفة بشكل كبير. وبعد ما نتعاقدوا مع لاعبين واحد آخرين ونعطي أكثر هوية للفريق، راح يتغير الفريق 100% و180 درجة، وراح يولي أقوى من هذا التشكيلة. وميزانية الفريق في هذا الموسم الأول هي 140 مليون دولار ميزانية انتقال، ومليونين دولار ميزانية راتب. فكان لازم علينا ناخذ هذه الميزانية، لأن اللعبة هذه ماشي كما الفيفا ممكن تاخذ 10 مليون دولار وتتعاقد مع اللاعبين عادي. بصح في هذه اللعبة لازم عليك يكون عندك أكثر من 130 مليون دولار حتى تتعاقد مع اللاعبين. مالغري اللاعبين صغار في السن والريت تاعهم قليل، بصح لازم يكونوا غاليين في السعر. على أجل هذا الشيء خذينا 140 مليون دولار كميزانية انتقال، وراح نستعمل هذه الميزانية كلها في التعاقد مع اللاعبين. خليني نوريكم قائمة اللاعبين اللي اخترتها حتى تعاقدوا معاهم في هذا الموسم الأول. أول لاعب المهاجم الإيطالي فرانشيسكو كاماردا من ليتش الإيطالي، 69 في الريتنج، 17 سنة. المهاجم الثاني جون تينكراس، مهاجم فرنسي يلعب في موناكو الفرنسي الدرجة الأولى، 69 في الريتنج، 19 سنة. الجناح الأيمن نسيت ما قلت لكمش أنه عندنا شرط وحيد في هذه السلسلة، هو الشرط هو لازم علينا في بداية كل موسم نتعاقدوا مع لاعب من ولفرهامبتون جار الفريق. وفي هذا الموسم الأول راح نتعاقد مع هذا اللاعب من ولفرهامبتون، بيلارد ماتيوس، جناح أيمن، 16 سنة، 67 في الريتنج. والجناح الأيمن البديل إيدين ليتشينا، جناح أيمن ألماني يلعب في بايرن ميونخ الألماني، 67 في الريتنج، 17 سنة. الجناح الأيسر ليندن إيدهارت، جناح أيسر هولندي يلعب في أوتريخت الهولندي، 69 في الريتنج، 19 سنة. آدم داغيم، جناح أيسر فلسطيني يلعب في وولفسبورغ الألماني، 19 سنة، 69 في الريتنج. وبالمناسبة تحية كبيرة لأشقائنا الفلسطينيين. ونوصلوا لمتوسط الميدان، عندنا رودريغو رودريغيز متوسط ميدان سي ام روسي يلعب في جيل فيسينتي أفسي البرتغالي، 70 في الريتنج، 18 سنة. أسان أويدراوغو يلعب في البوندسليغا الألمانية في أربي لايبزيغ الألماني من بوركينا فاسو، 68 في الريتنج، 18 سنة. داوود تراوري متوسط ميدان فرنسي يلعب في فالنسيان أفسي الفرنسي في الدرجة الثانية الفرنسية، 68 في الريتنج، 18 سنة.
غوي زهوري، متوسط ميدان فرنسي يلعب في لو هافر الفرنسي الدرجة الأولى الفرنسية، 67 في الريتينغ، 18 سنة، متوسط ميدان دفاعي، وكما نقولوا حنا ميليو ديفونسيف بالفرنسية. ميغال أغاميز، متوسط ميدان دفاعي كولومبي، يلعب في في جونيور اف سي كولومبي، 68 في الريتينغ، 16 سنة، متوسط ميدان الدفاعي الثاني عبد الله كامارا، يلعب في اودينيزي كالتشو الإيطالي، 67 في الريتينغ، 17 سنة، ومن جنسية فرنسية. نوصلوا للدفاع، الظهير الأيمن، وهذا اللاعب الوحيد اللي راح نتعاقدوا معه كعميل حر من دون نادي، وهو الظهير الأيمن الأمريكي أوسكار فيرهويفن، 18 سنة، 74 في الريتينغ. كيليان أنطونيو، ظهير أيمن فرنسي، يلعب في ارسي لونس الفرنسي، 67 في الريتينغ، 17 سنة. كريستيان شيزا، ظهير ايسر هولندي، يلعب في ماك بريدا الهولندي، 68 في الريتينغ، 18 سنة. ظهير ايسر البديل اوليفر مامبوا، ظهير ايسر سويسري، يلعب في يونغ بويز السويسري، 67 في الريتينغ، 17 سنة. وقلب الدفاع ايمن الوافي، قلب دفاع مغربي، يلعب في لوغانو السويسري، 71 في الريتينغ، 20 سنة. جورجياس غوميس، قلب دفاع سنغالي، يلعب في لو هافر الفرنسي، 17 سنة، و68 في الريتينغ. كريستوفر كوبس، قلب دفاع أمريكي، يلعب في شيكاغو فاير الأمريكي، 17 سنة، 67 في الريتينغ. أردا أونياي، قلب دفاع تركي، يلعب في غالاتا ساراي التركي، 18 سنة، 66 في الريتينغ. حراس المرمى، حارس المرمى الأول غونزالو فال، حارس مرمى إكوادوري، يلعب في أوستين أف سي الأمريكي، 19 سنة، 71 في الريتينغ. حارس المرمى الثاني حارس مرمى فرنسي، يلعب في مونبلي فرنسي درجة ثانية، 19 سنة، 70 في الريتينغ. وحارس مرمى الثالث لويس موكي، حارس مرمى برتغالي، يلعب في كالتشيو بادوفا الإيطالي في الدرجة الثانية الإيطالية، 19 سنة، 69 في الريتينغ. وحتى ما نضيعوش الوقت ونربحوا الوقت وما نمللكمش في الفيديو، راح نتعاقد مع جميع هاد اللاعبين، ونولي لكم بعد ما نتعاقد مع هاد اللاعبين ونوري لكم التشكيلة كيف صارت وكيف ولات. وهكذا ولات تشكيلتنا، تشكيلة وولفز اف سي، بعد ما كملت تعاقدات الفريق. كاين فرق كبير بين هذه التشكيلة والتشكيلة اللي كانت من قبل. هذه التشكيلة أقوى واحسن من التشكيله اللي فاتت. الحارس مرمى تعاقدت مع الحارس التركي اللي على جال اللي الحارس اللي كنت تحدثت عليه، تعاقدوا معه وسرقوه مني قبل ما نتعاقد معاه. لاجل هذا الشيء تعاقدت مع هذا الحارس التركي اونور رالف، 72 في الريتينغ، و19 سنه، من طرابزون سبور التركي. باقي اللاعبين تعاقدت معهم من نفس الانديه اللي كنت تحدثت عليها. وراح نبدا في لعب المباريات. اول مباراه راح نلعبوها في هذا الموسم راح تكون ضد لايستر سيتي في الاف ا كاب. وراح نلعبوا بهذه التشكيله اللي كنت تحدثت عليها، وبرسم تكتيكي 4-3-3 دفاعيه، بمتوسط ميدان دفاعي كما قلت من قبل. فخلينا ندخلوا نلعبوا هذه المباراة ونشوفوا واش راح يعمل فريقنا في هذه المباراة الأولى في الاف ا كاب. وقبل ما نلعبوا مباراة ضد ليستر سيتي كنت عملت محاكاة للمباراة الأولى في الشامبيونشيب، خسرناها على استادنا بثنائية ل0. ومباراة الثانية في الشامبيونشيب عملت لها محاكاة وخسرناها ثاني ضد ميدلسبرا بثلاثية ل0 خارج ملعبنا. الله الله على هذه الأجواء، حماس غير عادي، كل شيء جاهز لمباراة كبيرة في أجواء غير عادية، آمال طموحات كبيرة أيضا، وهناك الكثير من الضغوطات في مباراة اليوم. مواجهة إقصائية هنا بأحلام وطموحات مختلفة، يوم غير عادي في كرة القدم. الشغف الموجود لا يمكن أن تجده في أي رياضة أخرى، هذه هي كرة القدم التي نعشقها. والآن مع انطلاقة المباراة كرة طولية إلى الأمام، الله على التمريرة جميلة، فيها مغامرة هذه الكرة. ماذا البحث عن المرمى، يلعب كرة جول.
شك أنه سيسجل هذه الكرة. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. هنا محاولة جيدة، الآن يأخذ المبادرة، يلعبها ضربة رأسية، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. حلوة هذه التمريرة، هنا التسديد، لعبة جميلة لكنها لم تستغل. الحكم ينهي شوط المباراة الأول. نتيجة رائعة للاعبين بالتأكيد، المدرب من خلال الشوط. ركلة بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين. هدف يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة. الآن بعد هذا الهدف نترقب وإياكم إثارة كبيرة جدا في هذه المباراة. والتسديد، يا سلام على هذا الإنهاء، يا سلام على هذه الفرحة. الكورة يا جماعة شغفها وجنونها. تساهلوا في الضغط عليه، تستحقوا العقاب منه. يوسع الفارق ويؤمن تقدمه في النتيجة. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. بينية جميلة، هنا عرضي، أيوه يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. تقدم إلى الأمام، فيها مغامرة، قذيفة قوية، بداية جدا وحزن. يستعيد الكرة مرة أخرى، ممكن يسجل، موجود لإبعاد الكرة، منعها. وهكذا انتهت المباراة مع اعتراف صافرة الحكم. نجح في تأمين مكانه في الدور المقبل. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد، الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز. وكما شفنا مع بعض ربحنا فريق ليستر سيتي بالأداء والنتيجة في أول جولة في الاف ا كاب في هذا الموسم، وربحنا بثنائية ل0. سجل الهدف الأول داغيم لاعب فلسطيني، والهدف الزاوي سجله فرانشيسكو كاماردا بعد ما غلط حارس المرمى في تمرير الكرة وأعطاها الكاماردا اللي وضعها في الشباك. النتائج الباقية: بريستول سيتي تأهل، كوفنتري سيتي تأهل بلي بينالتي بضربة الجزاء، ويريكسهام تأهل، ساوثهامبتون تأهل، هل سيتي تأهل، واتفورد تأهل، شيفيلد وينزداي تأهل بضربة الجزاء، برمنغهام سيتي النادي اللي تكون فيه جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد تأهل، ميدلسبرا تأهل، وبورتسموث تأهل، ونورويتش سيتي تأهل. وراح نواجهه في الجولة الثانية فريق من العيار الثقيل، وهو فريق الهامرز ويست هام يونايتد، فريق المطارق اللي كان يلعب له من قبل فريق لاعب الجزائري بن رحمة. هذه المباراة راح تكون صعيبة في الجولة الثانية. راح نشوف كيف نسير هذه المباراة ونشوفوا إذا راح نتفوقوا على فريق ويست هام ولا تكمل المغامرة تاعنا في هذه الجولة ونقصاو في الجولة الثانية. وبعد ما ربحنا فريق ليستر سيتي في الجولة الثانية من الاف ا كاب بثنائية ل0 وتأهلنا للدور القادم، راح نرجعوا للتشامبيونشيب، وهذه المرة راح نلعبوا ضد برمنغهام سيتي على ملعبنا وعلى الملعب تاعنا بجماهيرنا في الجولة الثالثة من التشامبيونشيب. برمنغهام سيتي حاليا يحتل المركز 14 في جدول ترتيب الدوري. خلينا نروح نشوفوا تشكيلة الفريقين، وهذه هي تشكيلة الفريقين اللي راح نلعبوا بها في هذه المباراة وهذه البارتية.
في التشكيلة الأساسية راح نلعبوا نفس التشكيلة الأساسية، بصح كاين 3 تغييرات في التشكيلة الأساسية. راح يخرج هذا توسط ميدان دفاعي ميغال أغاميز، يدخل في بلاصتو اللاعب عبد الله كامارا، ويخرج ادين ليتشينا، يدخل في بلاصتو اللاعب بيلارد ماتيوس، ويدخل اللاعب ليندان إدهارت في بلاصة اللاعب ادم داغيم اللاعب الفلسطيني. واللاعبين اللي بقاو يلعبوا نفس التشكيلة راح تلعب هذه المباراة ضد برمنغهام سيتي في الجولة الثالثة من الشامبيونشيب. فلا تسقاو إلى المباراة. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. اليوم نشوف مباراة اكيد مميزة في ظل هذه الاجواء الممطرة، نشوف حضور جماهيري كبير ومعتاد، نشوف شغف اكبر في المدرجات. كل هذه المعطيات تجعلنا ننتظر ليلة كبيرة جدا. الشغف الموجود لا يمكن ان تجده في اي رياضة اخرى. هذه هي كرة القدم التي نعشقها. والآن مع انطلاقة المباراة هنا محاولة البحث عن المرمى. ضربة رأسية. كرة طولية إلى الأمام، يلعبها خلف الدفاع، يلعب الكرة في المرمى. جول. مهارة صعبة جدا لا يفعلها إلا الكبار. يتقدم في النتيجة الآن. الحكم يعلن نهاية الشوط الأول. سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. الآن في المكان المناسب، الآن يأخذ المبادرة. نشوف لعبة على الطاير. اندفاع، عرف كيف ممكن يحطها في الجول. كرة أخرى تضيع. أي سوء حظ. راح نديروا بعض التغييرات لأنه اللاعبين عياو. راح يخرج هذا الجناح الأيمن ليندن هارت، ويدخل بلاصتو أدم داغين، ويدخل ادين ليتشينا في بلاصة بيلارد ماتيوس. وتنطلق الصافرة، وهكذا تنتهي المباراة. كما شفنا مع بعض كملت مباراة ضد برمنغهام سيتي وربحنا بهدف ل0. المباراة كانت صعيبة بزاف وربحناها بشق الأنفس بهدف كاماردا في الشوط الأول. والمهم أننا ربحنا في أول مباراة بعد ما خسرنا في المباراة الأولى في الشامبيونشيب، وزدنا خسرنا في المباراة الثانية، والحمد لله ربحنا في المباراة الثالثة، وهذا يدل على تحسن النتائج وترتيب الدوري. في بعد الجولة الثالثة فريقنا في المركز 20 ب6 نقاط. ربحنا كما قلت ربحنا مرة وخسرنا 2 مرات. سجلنا هدف واحد، سجلوا لنا 5 أهداف.
وصلنا للجولة الرابعة من تشامبيونشيب، وفي هذه الجولة عندنا مباراة ضد فريق ليستر سيتي على ملعب كينج باور ستاديوم، ملعب ليستر سيتي. فريق ليستر سيتي في المركز 13 في الدوري حاليا. فخلينا ديريكتومون نروح نشوفوا تشكيلة الفريقين، تشكيلة ليستر سيتي وتشكيلتنا اللي راح نلعبوا بها هذه المباراة. وهذه هي تشكيلة الفريقين في هذه المباراة. في هذه المباراة راح يكون تغييرات كما دائما، كما كان الحال دائما. راح يخرج رودريغو رودريغاز القائد، يدخل في بلاصتو اللاعب داودا تراوري، ويدخل اللاعب ادم داغيم في بلاصة ليندن إدهارت. وهذا المرة راح يبقى بيلارد ماتيوس أساسي لأنه جاهز باش يلعب هذه المباراة. والقائد راح يكون القائد الثاني راح يكون اللاعب المغربي أيمن الوافي. بعد ما ضبطنا التشكيلة مع بعض، ليتس جو إلى المباراة. اهلا ومرحبا بكم معنا في هذه المباراة المنتظرة وليلة مثيرة هنا باجواء مميزة. امطار لن تتوقف هنا، وبالتأكيد راح يكون لها تأثير على اداء الفريقين في الملعب. الجماهير حاضرة بقوة وتصنع الحدث في المدرجات بدون شك. نتمنى ان نتابع وإياكم من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الاجواء جيدا. توماس يبعد الكرة عن مناطقه، يقطع الكرة. توماس يبعد الكرة، يلعبها خلف الدفاع. الرأسية، الله على روعة الهدف. توزيعة رائعة داخل منطقة الجزاء، تقريبا سهلت المهمة عليه. الهدف الأول في المباراة. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. هنا محاولة جيدة، يندفع بقوة إلى الأمام، ممكن يسجل، والكرة في المرمى. يا إلهي، روعة 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 يا جماعة. الكرة اللي يلعبها تدرس، أي إمكانيات، أي مهارات، أي حرفية عالية، أي ثقة، أي أداء، أي شخصية، كل هذا فعل بطريقة تجعلنا بصراحة نعجب بهذا الأداء وهذا المستوى العالي. هدفين مقابل لا شيء، تقدم بهدفين يعني. وقت التغييرات راح نديروا بعض التغييرات. راح يخرج حسن دراوغو في بلاصتو جول زهوري، يخرج ادم داغين في بلاصتو ليندن إدهارت، ويدخل ايدين تشينا في بلاصة بيلارد ماتيوس. يخرج كاماردا يدخل بلاصتو المهاجم زاود جوهان بينكراس، ويدخل الظهير الايسر زاود البديل اوليفر مامبوا في بلاصة الظهير الايسر الاساسي كريستيان شيزا. هذه قد تكون فرصة، احتكاك بدني كبير، يطلق الحكم صافرة معلنا نهاية المباراة. وللمباراة الزوجة على التوالي نربحوا فريقنا في تطور مستمر في هذا الموسم الأول الشامبيونشيب. ربحنا زوج مباريات مورا بعض. ربحنا في الجولة اللي فاتت، في الجولة الثالثة ربحنا كما قلت فريق برمنغهام سيتي بهدف لصفر، اللي خسر المباراة في هذه الجولة ب4 أهداف لهدفين ضد وست برومويتش ألبيون. وفي هذه الجولة ربحنا فريق ليستر سيتي اللي صار فريقنا العقدة أو الشبح الأسود لفريق ليستر سيتي. ربحنا في الأف أ كاب بثنائية لصفر، وفي الشامبيونشيب ربحناهم بثنائية لصفر. يعني ما قدروش يربحونا لا في الأف أ كاب ولا في الشامبيونشيب.
خلينا نستناو مباراة العودة ونشوفوا إذا راح يربحونا ولا نبقاو الشبح الأسود لهذا الفريق. وترتيب الدوري بعد الجولة الرابعة فريقنا صعد في الترتيب، رانا في المركز 14 ب6 نقاط، ربحنا 2 مرات وخسرنا 2 مرات، سجلنا 3 أهداف وسجلوا لنا 5 أهداف. في الصدارة دربي كونتي ب10 نقاط. وفي الجولة الخامسة من الشامبيونشيب راح نلعب ضد فريق إبسويش تاون في ملعبنا وبين جماهيرنا ملعب وولفدون ستاديوم. فريق إبسويش تاون في المركز 15 في الدوري حاليا. خلينا نروح نشوف مع بعض تشكيل الفريقين اللي راح نلعبوا بها في الجولة الخامسة. وهذه هي تشكيل الفريقين. تشكيلتنا كالعادة راح يكون تغييرات. راح يخرج الظهير الأيمن الأمريكي أوسكار فيرهويفن، يدخل بلاصتو الظهير الأيسر البديل كيليان أنطونيو، ويدخل الظهير أو قلب الدفاع كريستوفر كوبس قلب الدفاع الأمريكي في بلاصة قلب الدفاع جورجياس غوميس. وهذه المرة راح يدخل الجناح الأيمن آدين لتشينا في بلاصة الجناح الأيمن الآخر بيلارد ماتيوس. وفي هذا المباراة راح نخرجوا فرانشيسكو كاماردا يريح شوية لأنه يلعب بزاف مباريات، يدخل في بلاصتو المهاجم البديل جون تينكراس باش نجربوا هذا المهاجم ونشوفوا إذا راح يعطي الإضافة كما أعطاها فرانشيسكو كاماردا. وخلاص بما انه ريقلنا تشكيلتنا اللي راح تلعب في الجولة الخامسة ضد إبسويش تاون، خلينا نروحوا ديريكتومو للمباراة. طاب مساءكم أحبتي في كل مكان. هنا تقام هذه المباراة في أجواء ممطرة، أجواء كلاسيكية هنا، وبالتأكيد الكل مستعد لهذه الأجواء ولن يتأثر بهذه الأمطار. ما نتمناه الليلة أن تشهد هذه القمة غزارة أهداف مثل غزارة الأمطار في هذه الأجواء المجنونة. الشغف الموجود لا يمكن أن تجده في أي رياضة أخرى. هذه هي كرة القدم التي نعشقها. وركلة البداية، يلعب كرة من مسافة، كرة طويلة للأمام، لونج باس جميل، ممكن يسجل. لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل. لم يكن عندها الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. يا لها من بداية رائعة جدا، من بداية ناجحة بهذا الهدف المبكر. حلوة هذه التمريرة. اليوم الهجوم، كرة طولية من الحارس. هنا محاولة جيدة، يصوب الآن، حارس يتألق. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. الحكم يعلن نهاية الشوط الأول. ركلة بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين. هدف يبعثر أوراق المجموعة. يحتسب الحكم ركلة حرة. بطاقة صفراء، كان يعرف أن يستحقها بصراحة بعد هذا التدخل العنيف. بعد ذلك ضربة رأسية والكرة في المرمى تشعل الأجواء. روعة روعة روعة، حماس كبير في المدرجات،
فرح كبير لدى المشجعين. أظهر براعة كبيرة في التحرك إلى الكرة الملعوبة وبعد ذلك تعامل مثالي. يوسع الفارق ويؤمن تقدمه في النتيجة. تقدم على تمريرة جميلة، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين ويستمر في انطلاقته في محاولته لأن يأخذ المبادرة، وقوية من أكبوم. يا سلام على هذا الإنهاء، يا سلام على هذه الفرحة. الكورة يا جماعة شغفها وجنونها بدون أي فلسفة أمام المرمى، يتمكن من التسجيل. وقت التغييرات راح نديروا بعض التغييرات. يخرج بها الأخر سوزا، يدخل بها الأخر البديل أوليفر مامبوا، ويدخل جوري بلاصة هذا أسان ويدراوغو. تم تدريب الفارق إلى هدف وحيد ويا لهم الحارس. الله على هذه الضربة، لم يكن محظوظا بعد أن انتهى. والمباراة في الجولة الخامسة ربحناها ثاني ضد إبسويتش تاون هذه المرة، وفريقنا 3 مباريات مرة بعض يربح وما يخسرش ولا يتعادل. فريقنا يقدم مستوى كبير حتى الجولة الخامسة. خسرنا الجولة الأولى الزوجة برك 3 مباريات موراهم ربعناهم مورا بعض، وهذا بين أنه فريقنا يتطور، راح يتطور ويتطور مع الوقت. والشيء اللي لاحظته في هذه المباراة أنه المهاجم الثاني جون قدم مباراة كبيرة وأدى ما عليه في هذه المباراة. هذا يبين أن عندنا مهاجمين من العيار الثقيل، راح يتطوروا، راح يكونوا في المستقبل مهاجمين سفاحين أمام المرمى. والترتيب الدوري بعد الجولة الخامسة فريقنا زاد صعد في الترتيب بعد ما كان 14، راه دروك في المركز 11 ب9 نقاط. ربحنا 3 مرات وخسرنا 2 مرات، سجلنا 5 أهداف وسجلوا لنا 6 أهداف. وكالعادة مازال دربي كونتي في صدارة الشامبيون شيب ب 13 نقطة. والمباراة الأخيرة اللي راح نلعبوها في هذه الحلقة راح تكون في الجولة السادسة خارج ملعبنا على ملعب بريستول سيتي في الجولة السادسة كما قلت في الشامبيون شيب. وفريق بريستول سيتي في المركز 23 في ترتيب الدوري. خلينا نروح نشوف مع بعض، نروح نشوفوا تشكيلة الفريقين اللي راح نلعبوا بها هذه المباراة. وهذه هي تشكيلة الفريقين. تشكيلة فريقنا كالعادة راح يكون تغييرات. وقبل ما نديروا تغييرات في التشكيلة، اللي ما يعرفش ملعب بريستول سيتي اسمه أشتون جيت، ملعب أشتون جيت. درك خلينا نروح نشوفوا تعديلات الفريق. يخرج رودريغاس ماهوش جاهز تماما لهذه المباراة، يدخل في بلاصتو اللاعب داودا تراوري، وباقي اللي جوار راح يبقاو كما العاده ونفس التشكيله الاساسيه. راح يكون القائد برك القائد الثاني قلنا ايمن الوافي المدافع المغربي. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، هذه تحياتي لكم في هذه الليلة الجميلة. أصحابكم في التعليق على هذه المباراة المثيرة والمرتقبة. متوقع أيضا أن يكون في أمطار في وقت لاحق هنا. كل شيء جاهز لمباراة ممتعة وكبيرة هذا اليوم. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. بداية أحداث اللقاء. حلوة هذه التمريرة، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. فيها مغامرة هذه الكرة. الله على هذه التمريرة الرائعة والمحاولة الأولى. لونج باس إلى الهجوم. أي دفاع هذا، أي قوة، أي صلابة، أي جدار هذا. بينية جميلة، مساحة خالية على الجانب، يفعلونها، يسجلون في المرمى الآن هدف ويسجلون الهدف الافتتاحي.
تسديدة رائعة، الكرة وهي في الهواء مثيرة للإعجاب. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. تستأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. الآن يأخذ المبادرة عند المساحة الخالية على الطرف، يصوب الآن. لعب، يا سلام على هذا الباص. فرانشيسكو كاماردا يلعب كرة للجانب، يا سلام على رأسية رائعة دخلت في الشباك. الكرة بينية جميلة على الطاير. لعبة على راح يكون تغييرات. راح يخرج وسط ميدان داوود تراوري اللي قدم مباراة كبيرة، يدخل مكانه اللاعب جوي زهوري، يخرج أرسان ويدراوغو، يدخل بلاصتو اللاعب رودريغو رودريغيز، يدخل ادم داغين بلاصة ليندن يدهار، ويدخل فيتينا في بلاصة ادين في بلاصة ماتياس بيلارد، يدخل المهاجم جون لينكراس في بلاصة المهاجم فرانسيسكو كاماردا. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. ربما بهذه الوضعية تقريبا يمكن القول أنه مستسلم. يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. وبعد ما كملنا المباراة ضد بريستول سيتي على ملعب الأخير أشتون جيت في الجولة السادسة، وربحنا هدف ل0. بداية المباراة كانت صعبة لفريقنا، وكانت هجمات متعددة للفريق بريستول، واللي كان علينا ضغط كبير في المباراة وضغط علينا، كان عندهم فرص وقريب سجل لنا الهدف الأول، لكن فريقنا كان في المستوى وبهجمة مرتدة صنع الفارق وسجل الهدف بيلار ماثيوس متألق في المباريات الأخيرة، وبهذا ربحنا بهدف ل0. المهم أننا ربحنا بغض النظر على الفرص الفريق المنافس. وترتيب الدوري هذا هو فريقنا صعد للمركز السادس بعد سلسلة الانتصارات التالية اللي كنا نربح فيها، وفريقنا كما قلت في المركز السادس 12 نقطة، ربحنا 4 مرات وخسرنا 2 مرات، سجلنا 6 أهداف وسجلونا 6 أهداف. وفي صدارة الدوري تغيرت الحالة، راهي بوست برومويتش هو راه الأول، ودربي كونتي اللي كان الأول هبط للمركز الثالث 13 نقطة. وبعد ما لعبنا 6 مباريات في تشامبيونشيب هذا الموسم الأول، ولعبنا مباراة في الاف ا كاب وتأهلنا، راح نختم الحلقة هنايا. كما قلت لكم انه المباراة السادسة هي راح تكون الأخيرة في هذه الحلقة الأولى من سلسلة إنشاء نادي. إن شاء الله تكون عجبتكم هذه الحلقة اللي راح تكون سلسلة متواصلة، وراح نبقاو مع هذه السلسلة حتى نوصلوا للبريمير ليج ونربحوا اللقب، وممكن ثاني نكملوا حتى نربحوا منافسة الشامبيونز ليج. بعد ما كملنا هذه الحلقة كما قلت لكم أتمنى أن عجبتكم. تستنونا في الحلقة الجاية، راح نواصلوا على هذه الوتيرة. أتهلا في رواحكم ونتلاقاو في الحلقة الجاية.